استاذ حسين، بوصفك سيادتك الامين العام لنقابه المعلمين المستقله، عايزين نسال سيادتك على الموضوع اللي شاغل الراي العام المصري كله، هو موضوع تسريب اسئله الثانويه العامه. تقول لي سيادتك في الموضوع ده؟ الحقيقه الشخص اللي بيعمل دوت بيضيع مجهود مئات الالاف من الطلاب اللي بتذاكر وبتجتهد عشان خاطر تجيب مجموع كبير، وايضا بيضر بالاقتصاد القومي. والحقيقه مش عارفين هو اصلا كسبان ايه من موضوع زي ده. ومهما كان التحدي اللي انت بتعلنه، انت ما بتعلنش تحدي مع شخص كوزير التعليم او اي مسؤول في الدوله، انت بتعلن تحدي مع الاسره المصريه نفسها اللي بتستقطع من قوتها بشكل يومي مصروفات للدروس الخصوصيه، وطبعا مجهود ذهني على الاولاد. واحنا قلنا انه في اكتر من علاج لموضوع التسريب دوت. فكره انه يكون الامتحان بشكل مركزي في مكان واحد زي المطبعه السريه، بعد ما بيان وزاره الداخليه قال انه التسريب كان موجود من المطبعه السريه، احنا قلنا انه ينفع جدا انه الامتحان يتبعت بشكل مباشر على رئيس اللجنه يوم الامتحان الصبح داخل مقر اللجنه، الامتحان يتبعت على الانترنت، رئيس اللجنه ومعاه المراقب الاول ومعاه الناس المتابعين يفتحوا الانترنت وينزلوا الامتحان ويطبعوه. الكلام ده مش هياخد اكتر، لو مهما كان عدد الطلبه حوالي 1000، اكتر لجنه فيها 1000 هيبقى حوالي 1000 ورقه، مش هياخد اكتر من نص ساعه تصوير، وبكده تقفل الباب على حته تسريب الامتحان من خارج اللجان الامتحانيه. اما التسريب من جوه اللجان بقى، دي في الحقيقه طلبه هم مش عايزين ينجحوا، هو الفكره ان هو عاوز يعدي اليوم وخلاص، عاوز يعدي السنه بتاعته وخلاص، مهما كان اللي بيعمله ده كويس او وحش، هو المهم ان هو يعدي مادته وينجح فيها وخلاص. وفي الحقيقه ده كده مش طالب او مش هيبقى مواطن جيد يفيد بلده. ودي نصيحه مننا، انه ذاكر واجتهد، باذن الله ربنا هيكلل مجهوداتك بالنجاح. انما انت لما هتغش هتطلع طبيب فاشل، مش هتعرف تعالج المرضى، هتطلع محامي فاشل، مش هتقدر تدافع عن الموكلين بتوعك، هتطلع مهندس فاشل، العمارات اللي هتبنيها هتقع، هتطلع محاسب فاشل، كل المعاملات الماليه اللي هتعملها. احنا يهمنا قوي ان في الفتره اللي جايه كل مسؤول في الدوله يطلع بمسؤولياته ويحاول يسخر مجهوداته بقدر الامكان بحيث تتمنع قصه التسريب دي بشكل نهائي، حفاظا على الاقتصاد القومي المصري وحفاظا على مجهود مئات الالاف من الطلاب وايضا ملايين الاسر المصريه. استاذ حسين، تقول ايه بمناسبه اليوم الجميل اللي انتوا عاملينه في الافطار ده؟ تقول ايه النهارده؟ الحقيقه طبعا مجهود غير عادي من نقابه المعلمين المستقله محافظه الجيزه، احنا متعودين على انه انشط فرع عندنا فعلا هو فرع مستقله الجيزه، سيادة اخونا عبد الله فتوح ومعاه فريق جميل جدا، كتيبه عمل فعلا ناس محترمين جدا، كل سنه بيعملوا الافطار السنوي دوت. وكل سنه مهما كان الحاجات اللي عندنا لازم نفرغ نفسنا في اليوم دوت ونيجي نحضر عشان نقعد مع الاولاد ونقعد مع زملائنا في اليوم الجميل دوت ونقضي سهره رمضانيه جميله. يا رب ربنا ما يقطع علينا عاده ونقضيها كل سنه باذن الله. شكرا. شكرا ليك يا عم.